عندي قناة على تيليجرام لأحد المشايخ الجزائريين، طالب علم من طلبة العلم الجزائريين، يدرس في مدرسة من المدارس في الجزائر العاصمة، ويبث الدرس تاعو في التليجرام للمنفعة العامة في قناته الخاصة. عنده درسين في الأسبوع، درس في السيرة يدرسها على طريقة أهل الحديث مش على طريقة القصاص والوعاظ، يعني يتحرى الأحاديث الصحيحة ويعمل مجهود لا بأس به ويدرسنا في السيرة. ويدرس صحيح مسلم، يشرح صحيح مسلم، باب الإيمان، يشرح صحيح البحر المحيط الثجاج على شرح صحيح مسلم بن الحجاج. الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي يشرحه، يعني شرح صحيح مسلم للشيخ آدم الإثيوبي هو يشرحه ويعمل مجهود لا بأس به، سبحان الله. هذا الشيخ لن أذكر اسمه ولا اسم المدرسة التي يدرس فيها في العاصمة للأمانة لأني ما استأذنتوش، زيد فائدة برك. هو الدرس تاع الأسبوع الماضي في تيليجرام كي بدا راح يشرح كتاب الصحيح في باب الإيمان في صحيح مسلم، قال سأذكر لكم لفتة قبل أن أبدأ في الشرح. قال التقى بي أحد الأصدقاء في الجامعة، يعني قرأ معاه في الجامعة في الباب تاع المدرسة هذه. كي قرأ معاه في الجامعة، هذا الشيخ عنده دراسة دنيوية وطالب علم في العلم الشرعي، قرأ دراسة في العلوم الدنيوية في الجامعة، قرأ ما على باليش، قرأ في المجال البرمجة ولا مجال التسيير والاقتصاد ولا حاجة كيما هكا. درس مع هذا الإنسان ثم أكمل دراسته في العلم الشرعي والحمد لله. فقال له ذلك الشخص الذي درس معه في الجامعة، قال له سبحان الله كيف استطعت أن توفق بين طلب العلم في الجامعة العلوم الدنيوية والعلم الشرعي؟ فقال له هذا الشيخ أسأل الله أن يحفظه، قال القلب هو الذي يسير، قال له القلب هو الذي يسير وليس الرجلين، يعني مش الجسد يسير، القلب يسير. قال إذا أحب الإنسان حاجة يتمكن منها، يعني يوفق ربي سبحانه أنه يكملها، وإذا كرهها منها ما يكملهاش ويكملها على مضض. وأعطانا نصيحة في هذا الإطار. أنا وجا في بالي كي سمعت هذا الكلام، جا في بالي كثير من اللي عندهم عقدة نفسية من أي إنسان يطلق لحيته، يظنون أنه أي إنسان مطلق للحيته لم يدرس علوم دنيوية ولا علوم شرعية، فتجدهم وين يلقاك في فيديو في لايف يقول لك ما هو مستواك الدراسي. هذا على ماذا يدل؟ على عقدة في نفسه. لو كان يلقى شطاحة ولا مغنية ولا واحدة تهضر على الفيزياء ولا ما يسألهاش، ولا تهضر في معلومات طبية، ولا واحد يهضر على أي حاجة مش مداير لحية، ما يسألوش ما هو مستواك الدراسي. بس هو يشوف أخ مداير لحية ينوض له الوجع، يقول له واش هو مستواك الدراسي. هو عقدة نفسية فيه، لأنه الأخ هذا لو كان يقول له راني دارس إعلام آلي كيما أنا قاري سيرونس، لو كان يقول له راني دارس إعلام آلي ولا دارس تأمينات وبونوك ولا دارس كذا يسكت ويمر مرور الكرام. لو كان يقول واحد أنني ما قريتش يحبس، وانت ما قريتيش وراك تفتي علينا، من عقدة نفسية. لأنه هذاك الأخ يعرف العلم الشرعي، سمع أهل العلم، بحث، تعب، ذراته في قلبه، ما يقولوش تبارك الله عليك، ما يقولوش بارك الله فيك، ما يقولوش ربي يوفقك، ما يقولوش مثلا حاول انك تتثبت في بث المعلومة وبارك الله فيك على المنفعة. لا لا، هذه جات في بالي لأنه كثير من الناس. أنا في هذا الصدد أسألكم سؤالا. هذا الشيخ أسأل الله أن يحفظه الذي يدرسنا، تعرفوا ايش يعني شرح صحيح مسلم ولا ما تعرفش؟ تعرفوا ايش يعني شرح البحر المحيط الثجاج في 45 مجلد؟ راهو السيد واصل في 400 حديث بالتعداد تاع الترقيم العادي، على خاطر مسلم فيه الترقيم تاع الأبواب والترقيم تاع المكرر، المهم فيه تفصيل. راهو واصل في 450 حديث. هذيك النهار برك قالنا ما شاء الله، قالنا الناس يقراو الأربعة النووية، احنا رانا في 500 حديث. تعرف شو يعني شرح صحيح مسلم ولا ما تعرفش؟ هل يستطيع ذلك الذي التقاه، الإنسان الذي التقاه أسأل الله أن يحفظه حتى لو كنت لا أعرفه، ومع درس معه نفس العلم الدنيوي، نفس الدراسة في الجامعة، تخرجوا معا لا بأس، هل يستطيع نفس الشخص أن يجلس ويدرسنا في صحيح مسلم؟
لا يستطيع، مع أنه درس نسيت ماذا درس الشيخ، ما في مجال البرمجة ولا الحاسوب حاجة كيما. هل يستطيع أن يجتمع البرومو تاع الشيخ اللي تخرجوا معاه في العلم الدنيوي بكل يجملوا بعضهم كامل انهم يجيو يشرحوا لنا غير حرف، غير جمله من حديث ولا من ترجمه برك تاع الباب ولا من، ما يقدروش، مع انهم دارسين. اللي دارس طبيب ربي يوفقوا، واللي دارس هندسه ربي يوفقوا، واللي دارس، ولا يستطيعون هذا الامر. وهذا التوفيق من عند الله، بارك الله فيك. صحيح انه يجب على الانسان ان يتعلم قبل ان يتكلم، وان يطلب العلم من مصادره، وان لا يتصدر. انا الحمد لله انا لست من المتصدرين، ولست ممن ادعي في العلم فلسفه ابدا، الحمد لله. لا نجهل يعني ابسط الامور في دين الله وفي العلم الشرعي، لكن العقده النفسيه تاع الناس لازم يتعلموا هذا الامر، انه مهما بلغت في الدراسه تاع العلوم الدنيويه، ونحتاجها بزاف في الدين الاسلامي تاعنا، نحتاجها في الحياه. راك ما تقدرش تكون تتكلم في دين الله، انسى الهضره هذا مهما بلغت. لو كان تبلغ ما نعرف وين، ما تقدرش تتكلم في حرف من العلم الشرعي. والعكس، كي تقرا العلم الشرعي وما تقراش العلم الدنيوي تقدر تتكلم في العلم الشرعي، وما تقدرش تتكلم في الفيزياء وفي الطب وغيره. بارك الله فيكم والسلام عليكم.